فيديو النهاردة بقى كان المفروض ينزل لحضراتكم مش من فترة قوي، بس تقريبا من يومين ثلاثة. كان المفروض ينزل فيديو مشتريات تاني، بس قلت بقى خليني نخرج كده من جو المشتريات والأسعار والحاجات دي كلها. خلينا ندخل في أهم فيديو. هو فيديو التجهيزات بتاعة العزومة. هقولك ازاي تجهزي للعزومة، ما تشيليش همها، تبقي مرتبة حياتك ومرتبة كل حاجة، عشان ولا تضيعي وقت في مطبخ ولا تضيعي وقت في تجهيزات وتلاقي نفسك اتأخرتي واتسربعتي والكلام ده كله. يلا بينا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم آمين. اللهم ارحم جميع موتاي وموتاكم وجميع موتى المسلمين أجمعين. اللهم آمين. اللهم اغفر لهم وعافيهم واعف عنهم. اللهم آمين كتابهم ويسر حسابهم وثبتهم عند سؤال يا رب العالمين. اللهم آمين. هقولك النهاردة تتبيلة الفراخ المشوية اللي كل اللي كلها اللهم لك الحمد بألف هنا وشفا يا رب عليهم كلهم، على كل اللي كان ليه نصيب في حاجة وكلها يا رب. الطريقة دي أسهل وأبسط طريقة ممكن تعمليها في حياتك، والفراخ كله أجمع إن هي اللهم بارك اللهم بارك جميلة جدا 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 وطعمها واو. خلينا ندخل في التتبيلة أو في الطريقة. أول حاجة بصلة مبشورة كبيرة على حسب الكمية. تاني حاجة بطماطميتين مبشورين برضو، علبة زبادي دي بتخليها طرية وجوسي وحلوة جدا، وعسل لو ما عندكيش عسل حطي اللهم صل على النبي، حطي سكر، بابريكا وفضل تكون مدخنة. الروزماري ده كان عندي من سنين، طبعا التوابل ما بتحصلهاش حاجة طول ما هي في التلاجة، انا عندي في التلاجة بقاله سنين. ملح وفلفل اسمر وكزبرة وماجي، وجبت ب5 جنيه شوية توابل فراخ مشوية من عند العطار. عليت لي التست، عملتها زي المسحب، كسرت العضماية بتاعة الفخدة وكسرت العضماية بتاعة الدبوس، وكانت معايا جميلة جدا. في حاجة عايزة اقول لكم عليها، وكمان شوية زيت، يعني معلقتين 3 زيت كبار. انا دلوقتي التتبيلة زادت مني في الملح شوية، يعني انا بعد ما تبلت بدأت اتبل لقيت طعمها حايق سيكا، فرحت جايب عندي كوبايه لبن في التلاجة. رحت جايباها وحاطه ربع كوبايه لبن عليها، قللت في الحدوقيه دي. حاجه الحاجه التانية، لو التتبيله زادت معاكي في ملحها ما تبيتهاش في التتبيله كلها لو زايده. يعني ايه؟ يعني انا التتبيله كانت زايده معايا بزياده، وكنت حطاها كلها في قلب الطبق في التتبيله، فقلت لو باتت في نفس التتبيله بالملح دوت هتبقى الفراخ حادقه مش. فرحت منفضاها من التتبيله وحطيتها في صينيه خارجيه وبيتها في التتبيله عادي جدا، وبس شلت من عليها الصوص الزياده او التتبيله الزايده بتاعتها، فكانت ممتازه، كان ملحها حلو وكانت مستويه تحفه. وهتشوفوها في الاخر شكلها كان عامل ازاي. واللهم لك الحمد كله اجمع ان هي حلوه. اللهم لك الحمد. ببقى مبسوطه جدا لما باجي بعمل اكل او عزومه وحد جاي عندي وياكل منه وينبسط منه ويبقى مبسوط ويبقى الاكل طعمه حلو. بصوا بقى، الهاند بلندر ده اختراع، يمكن انا قايله لكم من زمان ان هو اختراع حقيقي. اول حاجه انا الطماطم كنت عايزاها تتسبك بسرعه، الكلام ده كان قبل العزومه بيوم. اللي انا عملته ده كله كان قبل العزومه بيوم. تبلت الفراخ وشلتها، الطماطم عملت البصل زي ما شفتوا وحطيته على البوتاجاز، وعملت الصلصه، يعتبر التسبيكه بتاعه المحشي كلها عملتها وخلاص. ريحت دماغي منها لاني طبعا الخلطة بتاعة المحشي بتاخد وقت كبير جدا. تاني يوم الصبح بقى وسلقت كمان، لا تاني يوم الصبح كنت نزلت السوق، رحت جبت الكرنب وجبت اللهم صل على النبي، وجبت خضرة وجبت بصل لاني كان اخر بصل اللي عندي اللي انا عملت بيه دوت. وجبت كمان اللهم صل على النبي، تقريبا هو ده. وبطاطس، جبت بطاطس وبصل وخضرة وكرنبيتين حلوين ما شاء الله، عملت منهم وفوت كمان. آه، يعني بصوا بقى، في التخديع او في الصلصه عموما، اي صلصه بتخدعيها او بتسبكيها لازم معلقه ملح. شايفين المنظر دوت؟ عادي جدا ولا يشغلنا، طالما مخلصين كل اللي ورانا كل ده بيخلص فيه مفيش، لان هم اطباق بلاستيك كبيره فهي اللي واكله المطبخ. والتخديع على النار بقى ده كان بالليل قبل العزومه بيوم.
واللي جاي ده بقى يوم العزومه. يوم العزومه انا ما كنتش قادره او ما كنتش عندي وقت ان انا اروح السوق يوميها، قبلها بيوم. فقلت خلاص خليني اصحى من بدري اروح. وفعلا رحت، والاسعار في السوق البصل اللي سعره عجيب عجيب عجيب، ب16 جنيه. ب16 جنيه، انتوا متخيلين؟ البصل الجديد نزل، يعني المفروض البصل بيبقى رخيص علشان نخزن منه، لا ده البصل نزل اصلا غالي. فاللهم لك الحمد ربنا. بس انا عرفت ان هو غالي بسبب ان هو بيتصدر. الخضار كله عموما الغالي اعرفوا ان هو غالي علشان بنصدره. فطبعا بيتصدر احلى حاجة وبيتصدر بره، فاحنا ناكل بعض عادي مش مهم، المهم انه يتصدر. المهم خلينا بقى. ظبطت حالي زي ما قلت لكم، ظبطت التخديعه، عملت الفراخ. لو كان عندي الحاجه ديت وخلطه الرز، كنت عملت خلطه الرز وحشيت المحشي قبلها بيوم. انا عاده بعمل كده، بس طبعا ما كانش عندي وقت قبليها بيوم ان انا اعمل الكلام ده كله. فاضطريت ان انا تاني يوم الصبح، الكلام ده كان تاني يوم الصبح، انا الظهر بالظبط كان بيدن عليا وانا مخلصه كل حاجه، مخلصه حشو ومخلصه مطبخ. هتشوفوا دلوقتي المطبخ كان فل شمعة منورة. وعاملة كل حاجة عندي، مفيش ان الفراخ تتحط في الفرن عشان تتشوي، والمحشي على البوتاجاز من فوق بس. كنتش هعمل في حياتي حاجة تانية غير كده. فانا كنت مخلصة الظهر حشو البتنجان. لا اللهم صل على النبي، البتنجان كان جاي لي لسه ما كنتش حشيته. فطبعا طالما الرز موجود ومحشي وهو متقور فبيتحشى على طول، ما بياخدش اي وقت. حشيت الكرنب طبعا لانه بياخد شوية في الوقت. حشيت الفلفل وجهزته، حشيت الكوسة قورتها وجهزتها. وكان باقي شوية الخلطة سبتهم، وكنت مزودة كمان علشان كنت عاملة حسابي ان تاني يوم هزود في المحشي. يعني لو فاض حاجة هخليها، لو ما فاضش هعمل بقى محشي ورق عنب او ايا كان. بس إيه اختي جابت لي، ربنا يبارك فيها يا رب ويديها الصحه ويبارك لها في اولادها وفي عيشتها يا رب وفي جوزها وفي كل حاجه، كانت جايبه لنا شويه ورق عنب فظاع. عارفين ان انتوا ورق عنب ريحته اصلا فيه مزازه، فكان ما ينفعش انه يعدي غير لما نكون زايرينه يعني. فعملنا تاني يوم بقى حلة محشي ورق عنب وبشاميل وبانيه. كان يعني جاي وكده. فانا عملت بس عندي ايه، ورق العنب بس. انا كنت كل ما بخلص حاجه اتعودوا طبعا، يعني كلنا شاطرين، بس ايه في حاجات كده ممكن ايه نتعلمها من بعض او نستفيد منها من بعض. انا بستفيد جدا من التعليقات اللي بتجيلي. إيه ممكن حد يشوف حاجه فيستفيد منها. اول حاجه البوتاجاز دايما لازم يكون نظيف، كل ما تخلصي حاجتك تلمعيه تنضفيه. انا ممكن على فكره اقعد بالشهر ما بغسلش البوتاجاز بالليفه. ليه؟ لان انا ايدي دايما فيه. اول ما ببدا بلاقي ان العيون بدات ان هي تبقع او حاجه، ببدا ان انا اغسله. دي حاجه. الحاجه التانية البوتاجاز، هنا غلطت وحطيت الرز وافتكرت اني ما حطيتش الخضره، لاني متعوده ان انا احط الخضره تتقلب مع التغذيه وبعدين احط الرز. بس الحمد لله افتكرت في اخر لحظه. المهم ايدك دايما على الحاجه. يعني انا خلصت مكان ما خرطت، رحت لما الزباله كلها يعني اعزكم الله، ورحت ملمعه الرخامه. البوتاجاز نفس الكلام. هنا بقى كنت فرشت الملايه بتاعتي اللي هحشي عليها، وحطيت بقى حاجتي كلها وبدات ان انا اقعد احشي. وهوريكم منظر المطبخ بعد ما خلصت الليله ديت. الحوض هو اللي كان نظيف، بس هتشوفوا منظر الارض لا تسر عدو ولا حبيب. بس طبعا كل ده والله العظيم ما كنتش حاسه بيه. ليه؟ لان انا مبسوطه، ببقى مبسوطه جدا لما حد بيبقى جاي لي، لاني نادر لما حد بيجي عندي عشان في السابع. فطبعا كله بيستثقل السلم، انا نفسي بستثقله وتعبت منه، ويمكن الدكتور حذرني منه، قال لي الحساسيه بسبب السلم، ما تطلعيش سلم كتير. بصوا المنظر على الارض. فكل ده بدلقتين ميه هتلاقوا كل ده راح زي الفل. اللهم لك الحمد. اهو بصوا كنت خلصت الكوسه، ما كنتش قورتها، بس بعد ما قفلت الفيديو قورتها. المحشي حشيته وكله كان تمام. وده شكل ال الغدا. اللهم لك الحمد، اللهم بارك، ربنا يديمها علينا يا رب لما وصحة وستر وكده كرم من عنده يا رب، اللهم امين. الفراخ كانت واو. وده فطار اليوم التاني، تاني يوم. اتمنى الفيديو يعجبكم، اتمنى اكون خفيفة على قلبكم. لو عجبكم بقى متنسوش لايك للفيديو وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. ويشرفني طبعا ان انتوا تنضموا لعيلتي وتكتبوا لي في التعليقات لو انتوا لسه جداد. عرفوني انتوا منين، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد على خير. اتمنى الفيديوهات تكون عجبكم. مع السلامة.